تونس إلى قلب القاهرة، من صفاقس للأهلي، من لاعب عادي إلى أسطورة النادي الأحمر. هو مش موضوع إن هو جاب لنا جون ولا جونين، موضوع إنه كان بيجي لنا بطولات. النهارده هنتكلم عن الراجل اللي لبس رقم 21 بس قيمته في الملعب هو تساوي الفريق كله. المكنة المقاتلة وزير علي معلول. السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن أفضل لاعب في تاريخ النادي الأهلي، علي معلول. علي معلول اتولد سنة 1990 في صفاقس، وتربى على كورة، بس مش أي كورة، لا، اتربى على الكورة اللي فيها مهارة وسرعة وضغط عالي بدون فار. دخل نادي صفاقس وفضل يتدرج لحد ما بقى كابتن الفريق، وسجل أكتر من 14 جون في موسم واحد. أنت متخيل؟ ده واحد في خط الدفاع ولا في الوسط ولا في الهجوم، وسجل 14 جون. وكان مع صفاقس قدر إن هو ياخد هداف الدوري التونسي. أنت متخيل يعني إيه مدافع ياخد هداف الدوري؟ وكمان ده يعني اكنه صلاح بيلعب في الشمال، كأن صلاح بيلعب باك وبيشوط من غير اي رحمه. 16 الاهلي قالوا عايزين نجيب ظهير شمال حلو كده، بس ظهير الشمال ما يكونش طبيعي، فقالوا احنا نجيب علي معلول، الراجل اللي جه ومعاه شنطه فيها اهداف واسيستات وضحكه مش فارق في وشه. من اول ماتش عرف الجمهور ان في حاجه مختلفه، بيلعب، بيهاجم، بيدافع، بيجري، بيضحك، والخصم هو اللي بيعيط. سعره وقتها كان حوالي 700,000 دولار، لكن دلوقتي سعره عند الجمهور ما يقدرش يكمل. وكمان في ارقام مش طبيعيه، زي ان هو عمل مع النادي الاهلي 70 اسيست و40 هدف، وده لو قعدنا فيها الفيديو ده وصل 3 ساعات. بس هنعد كام بطوله، زي انه خد دوري ابطال افريقيا 3 مرات، خد الدوري المصري 7 مرات، خد السوبر المصري 4 مرات، خد السوبر الافريقي مرتين، خد كاب مصر 3 مرات. حاصل جميع الانجازات اكتر من خد البنك الاهلي اصلا. وعلى فكره هو بس مش نجم جوه الملعب، ده بره الملعب كمان، ضحكته بسم الله ما شاء الله 24 قرار. لما اتخانق مع الحكم وهو بيضحك، ومره ضحك على مهاجم لما وقع قدامه. وفي تمارين بيقود الرقصات، يعني نجم في كل حاجه. بيسالوا عن اغنيه هيقول لك عليها، وكمان عن الرقصه بتاعته واحتفاله الشهير. وكمان في لحظات مخلده، مثل الاسيست اللي عمله لعمرو السوليه في نهائي القرن. الجون ده مش كان بس جون، ده كان كأنه فيلم اكشن من انتاج المعلول برودكشن. والاسيست في ماتش الوداد ده مش عرضيه يا جدعان، اقسم بالله كانت عرضيه عمر ما لوكا مودريتش يعرف يعملها. وعن اللحظه الاعظم، يوم ما جه الاهلي وعلي معلول مسك الكاس قعد يحضنه كانه اول مره يشوف بطوله في العالم. السبب البسيط لانه بيحب يلعب بروح وجرينتا، بيقول لاخر نفس ان انا هكمل في الماتش، بيقاتل، بيحترم الجمهور. مفيش ماتش ينزل فيه غير هو بيجري كانه اول مره يلعب كوره، والناس حسيت ان هو واحد منهم. انا وانا صغير كنت بحسب ان هو علي معلول ده اصلا مصري مش تونسي. وعلى فكره علي معلول مش مجرد لاعب، ده حاله، رمز، اسم محفور في تاريخ النادي الاهلي. وكل ما الجمهور يهتف اهلاوي وافتخر، في الخلفيه في ظهير شمال اسمه علي معلول بيجري ويصنع مجد عالي وكبير للنادي الاهلي. وفي المستقبل لو فكر يعتزل لازم نعلق له تمثال جنب التتش ونكتب عليه هنا مره افضل لاعب في التاريخ. اما بقى تيجي ست احتفالات، سيبك من نوار وانت كسر رونالدو، مفيش زي علي معلول. سجل جون ماشي، المباراه انتهت ماشي، عدي اللعب ماشي، اي وقت فيها شياكه يروح محتفل كانه خد دوري ابطال العالم. وفي على فكره لقطات كتيره جدا اللي هو بيرقص مع اللعيبه فرحان باي بطوله بياخدها. يعني مره احتفل برسول الشهيره مع الشحات، ومره راح مع الجمهور كلهم وعمل لهم قلب، وجري على دكه البدلاء قبل كده خدهم بالحضن كلهم زي عيال صغير، ومره ضرب رقصه كانه في فرح شعبي لما خد دوري ابطال افريقيا. وعلى فكره يا جدعان علي معلول لما يسجل بتحس ان هو خد جايزه اوسكار مش جول. حتى في الماتشات، في ماتشات تونس بيحتفل بنفس الحماس، تحس ان هو واحد لو ما سجلش لازم يرقص، هو لاعب عالمي ودماغه متكلفه. وكمان في قبل كده مذيع سأل علي معلول قال له انت بتحب تعمل ايه بعد الماتش؟ قال له بحب افرح وبحب الناس اللي بتفرح، فكل جول لازم احتفل بيه. وعلى فكره يعني ده اللي بيحبب الجمهور فيه، مش بس لعيب كبير، ده كمان لعيب بيدي طاقه ايجابيه لكل النادي. كل حركه بيعملها حتى الاحتفال هو ده بيكنه بيقدم فن. وفي النهايه علي معلول هو افضل لاعب في الدوري المصري، وافضل محترف في الدوري المصري، افضل لاعب في تاريخ النادي الاهلي، وافضل تونسي مر على الدوري المصري بالكامل، وهو علي معلول. عمرنا ما هننساك، انت في قلوبنا دايما. ومتنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس وكل الحاجات الحلوه دي، وتعمل لي تعليق تقول لي ايه رايك في الحلقه. والسلام عليكم.